السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا في احسن حال. النهاردة هاخدكم معايا في جولة ورحلة. هنروح ال 390 فدان، هنروح الاعلان العاشر، وبالتحديد هنروح منطقة ال 557. ان شاء الله انا واخداكم من اول الطريق. تمام. الطريق من حدائق الاهرام لحد الاعلان العاشر اسكان الشباب بياخد حوالي 10 دقايق. وانا بدأت الطريق من عند المكتب الفني حدائق اكتوبر. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله توكلنا على الله. احنا كده في اول الطريق. هناخد اليمين اللي جاي ده، اللي فات ده اللي هو بيقولوا عليه الممشى السياحي. اللي على يميننا ده ابني بيتك. هنمشي في الطريق ده شوية، المكان لسه جديد يا جماعة. هتلاقي كل عمارة فيها واحد ساكن او اتنين او فاضية خالص. الخدمات لسه قليلة، يعني يا دوبك في منفذ بيع، في برضو صيدلية موجودة، وفي محل خضار، وفي محل برضو فول وطعمية. يعني بدأت الحركة تدب فيها بس لسه بسيطة. يعني مثلا المواصلات مش متوفرة زي مثلا ما انت بتبقى في الحصري، بتلاقي عربيات هرم فيصل مش عارفة فين، في كل مكان توديك كل مكان. احنا هنا نقف شوية عبال ما نلاقي العربية اللي هتودينا الحصري، ومن الحصري ناخد اي مكان احنا عايزينه. لكن الطريق سهل، ما فيهوش اي مثلا مطبات وحاجات من اللي هي صعبة عراقيل ديت. لا ان شاء الله الطريق حلو وسهل يعني. وبنشجعكم ان انتوا تيجوا علشان المكان يبقى فيه سكان وتبقى فيه حركة، والواحد خايف بصراحة يعني. انا شخصيا هنقل، وحابة ان كل اللي واخد في الاعلان العاشر ينقل. لان لو كل واحد قال انا هستنى لما تعمر، يبقى كده مش هنخلص وقدامها 10 سنين يعني. لا احنا هنتجدعن كده ونروح ناخد بايد بعض ونونس بعض ونشجع بعض. اللي على اليمين دوت ده الاسكان بتاع مبارك للشباب. اللي هيجيلنا بعد يا ابني بيتك اسكان مبارك للشباب. واحنا مكملين. ليه انا خدتكم من اول الطريق؟ علشان تتخيلوا الطريق في دماغكم ماشي ازاي، شكله ايه، عامل ايه. يعني برضو ايه، هتبصوا تلاقوا حتى البيوت دي في ناس فيها ساكنة كتيرة جدا، يعني هي مش فاضية خالص. اللي على اليمين ده دار مصر. احنا ورا دار مصر على طول. وفي وشنا اللهم صل على سيدنا محمد. اسمها ايه؟ طبعا بقى افتكر اقول لكم. بس مبدئيا ادي دار مصر، احنا هنلف، احنا في وراها على طول. تمام. يعني الطريق قريب مش بعيد، واللي معاه عربية الدنيا سهلة عليه. ادي الاسكان الاجتماعي بتاع مبارك اللي كان عامله للشباب، اللي هو اوضتين وصالة ده، وكل ده ساكن برضو. عشان ما حدش يقول هي الناس هنا عايشة ازاي وكده، لا جوه بيبقى فيه خدمات طبعا للسكان. اللي معاه عربية مش هيحس بالأزمة اللي زي اللي مش معاه عربية، يعني الدنيا تبقى متسهلة للناس اللي معاهم عربيات. وكفاية ان انت تبقى قاعد في شقتك التمليك، اللي مش هيجي كل شوية صاحب شقة يخبط عليك يقولك تك 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 افتح يا عم هات الإيجار، والشهر ورا الشهر ما بيلحقش. تحط راسك على المخدة تلاقي صاحب الشقة جاي عايز الإيجار. احنا هنستحمل شوية لحد اما تعمر، وكل الأماكن في بدايتها كانت كده. أنا كنت قاعدة في حدائق الأهرام لما كانت لسه صحراء جرداء. يلا الحمد لله على كل حال. وعمرت واحدة واحدة وبقت مزدحمة جدا دلوقتي. احنا خلاص الشارع اللي احنا فيه ده الاعلان العاشر اللي قدامكم ده، ادينا دخلنا اهو. المكان جميل، نقي، هواء نقي بصراحة وجميل. متشجر، وفي اماكن لسه بتكمل ان هم يحطوا الشجر ويزرعوها. يعني منطقة 557 لسه ما اتزرعتش برضو، مش كلها، مش كل الاماكن فيها اتعمل فيها الجناين واتظبطت يعني، بس اغلبية اللي قدام اتظبط زي ما انتم شايفين كده. وفي باركينج. يمكن ربنا يكرمنا واحنا ماشيين كده نلاقي باص ولا حاجة، عشان اقول لكم ادي اهي وسيلة مواصلات اهي، عربيات اهي. وطبعا ما كانش فيه باسكت الزبالة ده، بقوا حطوا كمان دلوقتي عشان ما حدش يرمي في الشارع حاجة. كل ما هنمشي شوية هنلاقي باسكت اهو محطوط على ناصية العمارات بره. ده ما كانش موجود. وانا اتعمدت يا جماعة اروح بالليل انا وزوجي علشان نشوف الدنيا متنورة ولا ضلمة بقى وعتمة وهنخاف والجو ده خالص. لقينا المكان كله نور. وادي اليافط الإرشادية اللي بتعرفك دي عمارات من كام لكام. تمام.
نظافة، تشجير، سفلتة، الباركينج. واديني ماشية معاكم اهو عشان ندخل على المنطقة اللي انا هوريكم الشقة اللي انا استلمتها، واوريكم استلمتها كان فيها عيوب ايه عشان تخلوا بالكم. وهفرجكم ان شاء الله فيديو بعد ما استلم وبعد ما افرش باذن الله، وربنا يعني يبارك للي خد ويرزق اللي ما خدش. ادينا دخلنا اهو. محدش يعني حتى شكل العمارات جميل والله، محدش هيقول ان دي اسكان اجتماعي زي زمان الشكل اللي متعارف عليه، لا شكلها جميل. انا كنت متصوره ومنزلاها عندي على الفيديو، فكان حد من الاصدقاء بيقول لي هو انت في دار مصر؟ يعني هو في تشابه كده في بصوا هنا بقى لسه اللي ايه الخدمات ان هم بيكملوا الشجر، التشجير بيزرعوا لسه بيعملوا، حتى لسه بيحطوا الشجر اهو، اللي يركز معايا في الفيديو. طبعا الدور الارضي متأمن حديد على الشبابيك على البلكونات، وحديد حلو جدا جدا ان انت تبقي ساكنه وما انتيش قلقانه ان حد بقى حرام هيجي ينط ولا بتاع. المهم دخلنا العماره، التشطيب حلو قوي، المدخل جميل. المفروض النموذج اللي انا هوريه لكم فوق، بس انا معرفش ايه اللي خلاني نطيت دخلت شقه ارضي مفتوحه، قلت خشي يا بنت صوريها له وما تستخسريش في المتابعين بتوعك حاجه. دي شقه دور ارضي، وادي حديد اهو على البلكونه الصغيره، والله حلو جدا. اعتقد ان زمان ما كانوش بيعملوا كده بيتهيألي. عامه انا هطلع عشان جوزي بيقول لي انت روحتي فين، اطلعي فوق، فانا طلعت اجري اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنلاقي شباك برضو على السلم، الشباك اللي على السلم معمول له حديد. يعني انا مبسوطه بصراحه جدا ان هم مهتمين بينا كده. وكمان الازاز بحيث ان احنا ايه في الشتاء هنقفل مثلا والتراب والعفره والحاجات دي السلم ما يتردمش. لا انا مبسوطه جدا بصراحه من اللي انا شايفاه ده. واديني دخلت الشقه دي خلفيه يا جماعه، بحاول اصور الشارع. لسه ما اتزرعتش هنا طبعا، لا ديت خلفيه، لا دي واجهه، دي واجهه. المهم انا دخلت الشقه الخلفيه اهي، وهوريكم يا رب اكون صورت الفيو بتاع الشقه الخلفيه. ريسبشن حلو يشيل قطعتين. كان في بلاطه هنا مكسوره مهزوزه، قلت للمهندس يغيرها لي. خلوا بالكم من الحاجات الصغيره والتفاصيل دي. الحوض اهو لسه مركبش. المطبخ حلو على فكره، بس ان شاء الله انا ناويه افتح المطبخ على الريسبشن، لسه ما خدتش القرار الاكيد يعني، بس في ضميري. 3 اوض عندنا. الاوض مساحتها مش كبيره، يا ريت اللي يكونوا عرسان يجيبوا العفش على المقاس، ياخدوا المقاسات، والمره الجايه اقول لكم المقاسات بالظبط، عشان الاوض صغنونه، فهاتوا الحاجه على مقاس الاوض، سواء اوضه النوم، اوضه الاطفال، لو هتعملوا غرفه ليفينج او هتفتحوا واحده على الريسبشن، عايزين توسعوا زي ما تحبوا. وكان برضو الشباك دوت ما بيقفلش كويس، وانا كلمت المهندس وخليته ظبطه. الباب ده كان مكسور خالص، وكان مستحيل ان انا استلم على الوضع ده. انا طبعا لسه هوضب انا وهصرف فيها، بس انا مبدئيا بوريكم السيراميك شكله ايه، الحمام مساحته قد ايه. وعلى فكره لو عايزه تشيلي البانيو القدم وتحطي البانيو العادي صغنن تاخد، في ناس عامله كده، واحتمال انا كمان اعمل كده، لسه برضو باخد في القرار. وكان الباب بتاع الاوضه مريح خالص، بيفتح ويقفل بالعافيه، هما كانوا ظبطوه برضو. وكان فيه برضو شويه حاجات في الحمام بايظه عملوها لي. ان شاء الله هستلم وهجيب لكم كل جديد باذن الله.